نحن بنحييكم بقول لكم نحن ساعين وحنمشي لقدام وحنعد كما نفتكر. الآن الشعب السوداني كله يقف معنا، والشعب السوداني كله داير يقاتل، والشعب السوداني كله داير يتسلح عشان نحمي مع الجيش البلد. نحن بنفتكر انه الان شباب اللي بيعدوا نفسه للقتال المنضوين في مجموعات المقاومه الشعبيه، نحن نقول لهم تعالوا انضموا قاتلوا مع الجيش. تعالوا انضموا قاتلوا مع الجيش، واي زول يقدر يشيل السلاح يجي ينضم مع الجيش يخش يقاتل مع الجيش. واي زول في منطقته في حلته نحن بنمكنه انه يدافع عن نفسه ويدافع عن بيته ويدافع عن ماله. لأنه شو شفناه نحن في الجزيرة وشفناه في دارفور وشفناه في مناطق أنه المواطن هو المستهدف والشعب هو المستهدف ما الجيش. عشان كده نحن بنرحب بالمقاومة الشعبية اللي حاصلة الآن دي، ونقول لهم بنسلحهم. الناس زعلوا ولا نقول بنسلحهم، أي سلاح عندنا حندي لهم. لكن هذا السلاح يجب أنه يقنن ويحفظ عند القوات النظامية ويكون معروف ومسجل، لأنه مشان ما يعمل لنا مشكلة في المستقبل. لكن الآن أي منطقة فيها مواجهة والله متوقع أنه العدو يمشي ينهب أو بيوتها يسرق مالها، نحن كان عندنا سلاح بنديهم، كانوا عندهم سلاح يطلعوا، كان عندهم بيقدروا يجيبوا سلاح يجيبوا، ما حنجيب بتاعهم ولا حنمنعهم. السودان الآن في معركة تحت يكون أو لا يكون، والشعب السوداني قدام تحدي، يظل يعيش والله يظل يعيش تحت العبودية وتحت الاستعمار. ماليزيا المضطرية دي بحين ما تمشي الناس بيكونوا جايين منها، بحين ما تمشي زول بيلتقي يقعد معاهم ناس ويقولوا للناس تعالوا. هسه الجنينة فيها مسلاتي والله زول من القبائل اللي عنده عربية الخرطوم دي قالوا ساكت حتى لو موتوا والله عربية. نيانا فيها زول ما قابل الدعم السريع عنده عربية والله عنده بيت زي الناس قاعد فيه كل شالوهم. أي حاجة حقت الناس المواطنين يطلعوا شالوها. هذا اسم الخرطوم ما في زول عنده عربية ولا في زول عنده موتر، كله بيشيلوا منك. ما اديتهم بالضبط، مش الجزيرة دي ينهبوا الليلة. دايرين يخلوا الناس يرجعوا الناس فقراء ويرجعوا الناس يستعبدوهم ويشغلوهم تحتهم. الكلام ده ما بيمشي عليهم، ما بيمشي على السودانيين، والسودانيين ما حيقبلوا. ونحن كلنا مع الشعب السوداني ما بنقبل الكلام ده، وحنقاتل لغايه ما يا الدم اللي عندهم ينتهي ولا نحن ننتهي من وجهه.